بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الأمين وقائد الغر المحجلين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى كتب الصيام على عباده المؤمنين وجاءهم على هذا العنوان الذي هو الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه المشقة لا يتحملها إلا المؤمنون، وهذا الصيام أيضا من وسائل التيسير فيه والتحفيز، أنه قد صامه من قبلنا فلنا فيهم قدوة وينبغي أن ننافسهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ثم بين الهدف التربوي من فرض الصيام وهو التقوى لعلكم تتقون، فهو لا شك يوفر التقوى للمؤمنين بالامتناع عن الشهوات والارتفاع عن مستوى هذه الشهوات إلى عالم الارتقاء والسمو. فينبغي للمؤمنين أن يعتنوا بهذا الصوم، وأن يكون هدفهم الأساسي هو أن ينالوا به المبتغى من تلك التربية العظيمة، لا أن يكون أمرا شكليا، ولا أن يكون امتناعا محضا عن الأكل والشرب بدون أن توجد فيه تلك المعاني الأخرى. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.